وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، هذا دأبه. فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه من الأخطاء، إذا سمع بشيء أشاعه وأذاعه، وربما لا يكتفي بالإشاعة والإذاعة بل يزيد على ذلك. يقول الشيخ: بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه، شرحا من ابتداعه. فمثلا تكون صدرت من عالم كلمة خطأ، الكلمة خطأ، فينشرها واسمعوا ماذا قال، ثم يبدأ يشرح، يقول قصده كذا وقصده كذا ويريد كذا، ويفصل من كيسه تفصيلات ليست موجودة أصلا ولم تكن مقصودة عند ذلك العالم. أحيانا زل لسانه ويتحدث في مقام إثبات فنفى أو في مقام نفي فأثبت، وهذا يحصل، يسمونها عثرة اللسان، زلة اللسان. فيأخذ زلة اللسان ويقصها الآن في الطريقة الحديثة، يقصها بصوته، يقول اسمعوا هذا صوته، ثم يعلق تحتها يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا، وهو إنما زل لسانه بهذا. ولو قيل له إنك قلت كذا يقول استغفر الله، هذا والله خطأ ولا قصدت ذلك. فهل هذا الذي يفعله ذاك، هل هذا من الإصلاح في شيء؟ أبدا، هذا بعيد جدا عن الإصلاح. راجع الشخص نفسه قل له سمعتك قلت كذا وكذا، ربما أنك توقظه على زلة لسان ما انتبه لها، أو على خطأ علمي وقع فيه لم ينتبه له وليس مصرا عليه، فتنبهه ويرجع مباشرة، وتكسب أجر رجوعه وأجر صلاح الخطأ الذي وقع فيه، وتكسب أيضا أجر ستر عورته، وإلى غير ذلك من الآثار الحميدة والجميلة.